تعالوا النهارده نعمل صينية العِجّة باللحمة المصرية أو بيسموها صينية الكفتة التركية، هنعملها بطريقة جديدة وجميلة جدًا، طبعًا هي أكلة اقتصادية وعالية القيمة الغذائية أوي، هتعجبكم جدًا لمّا تجربوها، تنفع على الغدا، يعني الصينية دي تنفع يا جماعة على الغدا مع شوية مكرونة مع شوية رز هتبقى خطيرة، تنفع إنِّك تاني يوم تقطّعيها وتعمليها ساندوتشات أو تعمليها وتشيليها في الفريزر، تتحط في ساندوتشات بتبقى جميلة جدًا، يعني مش بس موفّرة وطعمها خطير، لأ هي كمان قيمتها الغذائية عالية جدًا. يالّا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. مبدئيًا هاحتاج نُص كيلو من اللحمة مع 3 بصلات، وباحتاج كده حزمة بقدونس بس تكون حزمة حلوة كده وطازة وجميلة يعني. أول حاجة باعملها إن أنا باضرب البصل كويس أوي في الكبة بتاعتي، يعني يتفرم فرم كويس، وبعدين أحطه في الحلة وأحط عليه اللحمة على طول، يعني هم نيّف ني، أنا مش باشوّح البصلة يعني، أنا مطلوب إن هو تبقى نيّف ني عشان تبقى دسمها قليل. أنتِ ممكن ما تحطيش عليها على فكرة أي مادة دهنية، تسيبي البصلة واللحمة يستووا مع بعض، بس أنا باخدها على النار وباحط عليها نُص معلقة كده من السمنة عشان تدّيها تنكّهها يعني، ممكن نُص معلقة من السمنة، نُص معلقة من الزبدة، بحيث إنها بتدّيها طعم تطعيمة يعني، لكن هي ممكن اللحمة هتستوي في مَيّة البصل بتاعتها، وبعدين باحط شوية ملح وفلفل، وباسيب اللحمة بتستوي وبتاخد تقريبًا تِلت ساعة على النار مش أكتر من كده أبدًا. مجرد ما اللحمة بتستوي وتبتدي خلاص تبتدي تنزّل مَيّتها ويبتدوا اللحمة والبصل يبقوا دخلوا كده في بعض زي ما أنتم شايفين، ابتدي بقى إيه، أكون محضّرة البقدونس بتاعي ومقطّعاه صغيّر، يعني ده كده بعد نُص ساعة، أكون مقطّعة البقدونس بتاعي صغيّر، ابتدي بقى إيه، أحطّه على اللحمة المفرومة وهي على النار، يا دوبك بس ياخد معاها غلوة، يعني ما بياخدش كمان الغلوة، يا دوبك أنا باحط البقدونس ياخد معاها بس دقيقة، دقيقتين وأطفي على طول النار، ليه بقى؟ علشان خاطر يفضل البقدونس محتفظ بلونه الأخضر الجميل ده، يبقى لونه حلو كده ويفضل محتفظ بطعمه، لو قعد كتير على النار طعمه مش هيبقى حلو ومش هيبقى ظاهر، أنا عايزة البقدونس يبقى طعمه ظاهر، يا دوبك بس أقلبه تقليبة كده أهو يبقى البقدونس أخضر بالطريقة دي، وأطفي النار وأسيب بقى إيه الحلة دي تبرد خالص، أنا عايزاها تبرد خالص، ممكن أسيبها ساعة، المهم تبرد خالص عشان هابتدي أضيف عليها ال5 بيضات بتوعي. أكون محضّرة 5 بيضات، يعني نُص كيلو اللحمة بياخد 5 بيضات، واحطها إيه، أرُب البيض كويس بس في الأول، يعني أجيب شوكة وأحط عليه ملح وفلفل، وأرُب البيض كويس أوي، أهم حاجة يترَّب عشان إيه، ما ينزلش على اللحمة بتاعتي يبقى متكلكع في حتّة، يبقى زي ما أنتم شايفين كده مربوب كويس، وأحطه على اللحمة بتاعتي، أهم حاجة يا جماعة تكون اللحمة باردة علشان البيض لو نزل على اللحمة وهي سخنة ممكن تشمي ريحة زفارة، طبعًا هنحط ملح وفلفل واستحالة يعني إنِّك هتشمي أي ريحة لإن ما شاء الله لحمة وبصل وملح وفلفل ما فيش أي ريحة خالص يعني، وهاجيب بقى صينية البايركس بتاعتي أو الصينية اللي أنا هاعمل فيها، هاجيب نُص معلقة سمن وأقدحها كويس وأحطها في الصينية اللي أنا هاحط فيها العجة، بتعمل لها طعم خطير أوي الحتة دي، عايزة تدهني الصينية سمنة على البارد ادهني، لكن موضوع إن أنتِ بتقدحي السمنة وتحطيها وتحطي فيها خليط اللحمة ده بيدّيها طعم جميل جدًا، أهو خلاص بقى أحط بقى الخليط بتاعي اللحمة بالبقدونس بالبيض في الصينية، تدخل على فرن درجة حرارة 200 أو 250 درجة حرارة عالية طبعًا ما بتاخدش وقت خالص لإن هي مستوية، فأهي وده شكلها بقى بعد ما طلع، قعدت حوالي نُص ساعة في الفرن. بُصّوا بقى شكلها خطير إزاي، بتتقطّع بقى كده قطع، ما شاء الله يعني هو نُص كيلو لحمة مع ال5 بيضات بُصّوا بتقطّع لي حتّة إزاي ما شاء الله سخنة، بُصّي جميلة إزاي مع شوية رُز مع شوية مكرونة، حاجة كده خطيرة، هتعجبكم جدًا، طعمها جميل. ده يعني أنا قدّمتها لكم كده بطريقة ودي طريقة التقديم التانية إن أنا باعملها ساندوتشات، يعني أنا على طول يا جماعة باعمل العِجّة دي وأشيلها عندي في التلاجة إن أنا أعملها ساندوتشات في أي وقت، يوم كده حتى ما ليش نِفْس أتغدى، يوم نازلة الشغل أعملها فطار ليّا، بتبقى طعمها خطير جدًا. هتعجبكم أوي، كده خلصت وصفتنا، أتمنى إن أنتم تجربوها، أتمنى جدًا إن هي تعجبكم وأنا واثقة إنها هتعجبكم، وبالهنا والشفا.